السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة طبيعية خارقة لمحاربة البرد والإنفلونزا، خصوصا مع هذا الجو البارد والفيروسات المنتشرة بين الناس. شاي الأعشاب كيخلي الجسم دافئ ويقوي المناعة وكيحمي من الزكام بطريقة طبيعية وبلا أدوية. شاي الأعشاب الطبيعي كيتكون من 17 العشبة مقاومة للبرد ومحاربة للفيروسات. ندوزو لكل مكون على بركة الله. المكون الأول هو اللويزة. عندنا البابونج، فليو يابس، الكركديه، الزعتر يابس أيضا، القرفة عواد، عندنا الشيح، النعناع يابس حتى هو، الخدنجل، الزنجبيل وعرق السوس، عندنا النافع وحبة حلاوة، الليمون المجفف، وعندنا الصبغ العربي واللبان الذكر، وأيضا عندنا قرنفل. نتكلموا على خصائص كل مكون باش الوصفه نعرفوا المكونات ديالها ونعرفوا الخصائص ديالها باش نستافدوا منها على بركه الله. عندنا المكون هو الاول هو الزعتر، كيهدي السعال وكيطهر الرئه. عندنا ايضا الكركدين، كيعطي الجسم فيتامين سي وكيقوي المناعه. اللويزه كاملين كنعرفوها كتهدي الاعصاب وكتعاون على النوم. القرنفل مضاد للبكتيريا والفيروسات. والزنجبيل كيسخن الجسم وكيقوي الدورة الدموية. النافع وحبة حلاوة كاملين كنستعملوهم للهضم حيت كيخفوا الوجع وكيهديو البطن. الصبغ العربي واللبان الذكر كيحافظوا على صحة الحلق وكيخففوا مجل، كيطهر المعدة وكيقوي المناعة. البابونج مضاد للالتهاب ومهدي طبيعي. النعناع المجفف كيهدي البرد وكيسهل التنفس. القرفة كاملين كنعرفوها كتسخن الجسم وكتحسن الدورة الدموية. الليمون المجفف فيه فيتامين سي. والشيح مطهر طبيعي للأمعاء. عرق السوس كيسخن الجسم وكيقوي المناعة وكيحارب الفيروسات خصوصا في البرد. يعني الجسم كله غيستافد من الأعشاب الطبيعية ضد أي برد أو إنفلونزا. بسم الله وعلى بركة الله. في براد كناخدو المقدار ديال ملعقة صغيرة من كل مكون. بسم الله. ناخدو عود ديال القرفة، فليو، الشيح، النعناع، نعناع يابس راه مفيد، الخدنجل ناخدو غير عود صغير حيت الخدنجل سخون بزاف، سكينجبير، لدينا اللويزة. كل حاجة كناخدو منها شوية. اللويزة مهدئة للأعصاب خصوصا. بسم الله. عندنا الكركديه، البابونج أيضا راه درناه، ولدينا الزعتر. الليمون المجفف هذا راه يابس، هذا راه مفيد جدا. هذه نصيحة الناس اللي تيجيهم الوجع، الناس اللي عندهم الوجع، نطحنوا وحده بحال هذه ونشربوها في كاس دافي ديال الماء، الوجع غيطير. افضل من الكمون وافضل من الزعتر بالنسبه للوجع. الناس اللي كيجيهم الوجع هذه مفيده جدا وسهله. كدير درهم عند العطار، ناخذوها نطحنوها نديروها في كاس ديال الماء سخون، نخلوها تبرد شويه ونشربوها، الوجع مشى باذن الله. كتفرس. عندنا النافع، حبة حلاوة، 3 حبات ديال القرنفل. القرنفل ما نقويوش منه، القرنفل راه مجهد. عندنا الصمغ العربي حبة وحدة. عندنا اللبان الذكر. اللبان الذكر مفيد جدا، راه قلنا داكشي في البداية ديال الفيديو. وعندنا عرق السوس، هذا نقطعو وندير طرف منه. كنضيفو ليه الماء وكنخليوه لمدة ديال 10 دقائق فوق نار مهيلة حتى كيطيب داك المكون مزيان. كنخليو الشاي يبرد واحد شوية وكنشربوه ساخن. بسم الله وعلى بركة الله. بعد ما داز 10 دقائق الشاي راه وجد على بركة الله كما كتشوفوا.
ندوزو للمرحلة الثانية. بصراحة هادشي الأعشاب غير المنظر ديالو كيشهي. بسم الله وعلى بركة الله. نصفيوه في كاس. بسم الله. ونضيفو ليه العسل، نحليوش بالسكر، نحليوه بالعسل. نشربوه سخون باش الجسم يسخن من الداخل ويحارب أي برد أو إنفلونزا. هاد الشاي ممنوع على الأطفال الصغار والناس الكبار في السن اللي عندهم ضغط عالي، لأن الاستعمال ديالو يقدر يرفع عليهم الضغط، والناس العاديين يقدروا يستعملوه مرتين في اليوم كافي. وبهذه الطريقة غادي نحميو راسنا من البرد والإنفلونزا بطريقة طبيعية، وغادي نحسوا بالدفء والطاقة من أول كاس. جربوها وغادي تشوفوا الفرق بنفسكم. إلا جربتوا الوصفة شاركوها مع أصحابكم باش تعمل فائدة. كان معكم أخوكم طارق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.